توقيع خلاص يا جماعه، اخيرا توقيع المهاجم جريديشار والازمه بتاعته يوسف بالعمري. هنتكلم في حاجات كتيره جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدا حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام الاول في الكومنتات، واللي مش متابع ومش مشترك في القناه يتفضل يشترك في القناه. وتعالى بقى عندنا مواضيع مهمه جدا. نفتح ملف مين؟ ملف يعني اللي احنا محتارين عليه وعمالين نتكلم ونناشد، فين المهاجم يا خطيب؟ فين المهاجم؟ في الاخر خلاص استقر الخطيب يعني بشكل 90% بدأ التفاوض والكلام خلاص بشكل رسمي، وبدأ الكلام رايح جاي مع مين؟ مع احمد نزير بن ابو علي. هتقول لي بن ابو علي ايه ده؟ هو جايبينه عشان خاطر اسامه ابو علي؟ لا يا عم، سيبك من اسامه ابو علي دلوقتي، هو اسمه كده احمد نزير بن ابو علي. المهاجم ده مهاجم كان في منتخب الجزائر، كان قاعد احتياطي. بيلعب دلوقتي فين؟ بيلعب دلوقتي في الدوري المجري. تم التواصل معاه وخلاص، النادي الاهلي بدأ يتفاوض معاه وخلاص الامور قد حسمت. الامور ايه؟ قد حسمت، خلاص قرب قوي النادي الاهلي في التعاقد معاه. طب انت ايه رأيك فيه؟ انا شفته وبصيت على فيديوهات ليه، هو عادي. انا مش شايفه فز، يعني انا مش شايف حاجه. يعني انا شفنا جردشار الاول كان مدغدغ الدنيا، قلنا هيجي شكرا على كده، شكرا، لعيب عالمي. جانا زي ما احنا شفنا، جاي عمل له ماتش مش عارف ايه، والمستوى قاعد ينزل زي ما احنا شفناه عامل ازاي. طيب المهاجم الجزائري دوت بن ابو علي، بن ابو علي ده يعني نوعا ما كويس، انا شايفه كويس مش وحش، بس مش الكواليتي اللي احنا محتاجينه. مش ده المهاجم السوبر المرعب اللي احنا كنا محتاجينه. احنا كنا محتاجين مهاجم جامد قوي يا جماعه، محتاجين مهاجم شرس. عندك اسامه ابو علي مشى، ساب فراغ كبير جدا، ساب فراغ كبير جدا. شفنا اسامه ابو علي كان مدغدغ الدنيا معانا ازاي. المفروض نجيب حد شبهه، الكواليتي بتاعه شبهه. انا ما اعرفش الخطيب لحد دلوقتي، انا مش مصدق. خلى نادي بيراميدز تخش معاك ند بند، وانت الصفقه اللي انت عايزها هي اللي تخش تجيبها. شفناها مع حامد حمدان، اتكلمنا ياما عن حامد حمدان، هوبا بيراميدز خلاص فيها على طول، دفعت يا باشا وتعالى هتلعب. شفنا مع عوده الفخوري، مهاجم الاردني، بيلعب في الحسيني، يعني نادي على قده في نادي الاردن، بس مهاجم كويس جدا وتحت السن وكويس. جه طبعا قال لك لا انا هلعب، والاهلي ما وعدهوش بحاجه وما اتكلمش معاه في جديه. نادي بيراميدز قال له تعالى انا هخليك تلعب اساسي، وهديك الفرصه انك تلعب، وهعمل واسوي، وخد عقدك وظبط الدنيا، عرف وغسلوا الدماغ وتعالى. الحاجات دي الاهلي كان بيعملها. فين البرستيج بتاع الاهلي؟ فينه؟ فين لما اللعيب دلوقتي انت تاني اللعيبه على التوالي كنت بتتكلم عليه وبيراميدز تاخده منك؟ احنا دلوقتي بقينا بنخاف نقوله في مهاجم في النادي الاهلي سوبر، بيراميدز هتروح تاخده منك. قعدنا نتكلم على المهاجم الكونغولي طبعا فيستون مايلي، فيستون مايلي لعيب عالمي ولعيب جامد قوي مع بيراميدز، تعرف تاخده منه؟ مش هتعرف، هو مش الزمالك. مش الزمالك ليه؟ عندهم امكانيات، عندهم فلوس، عندهم بطولات، منافس جامد جدا في افريقيا وفي دوري وفي كل حاجه. ده وفي الكاس حتى، انت في الكاس احنا طلعنا من وين؟ احنا فين بقى من ده كله؟ لازم نصحى شويه، احنا فين من ده كله؟ لازم نصحى، لازم نفوق. طب دلوقتي اخر كل ده، اخر الحواديت واخر، وكنا شفنا دياباتي ومش عارف ايه، وبنتعاقد مع ناس تقيله جدا. في الاخر كل ده ما تعاقدناش معاهم، ورايحين نتعاقد مع مين بقى؟ مع الجزائري احمد نزير بن ابو علي. ما انت لسه بتقول له حلو، هو مش انا مش شايفه سوبر. يعني انا مش شايفه سوبر، شايفه عادي، ممكن يجي مهاجم تاني. لكن يجي هو المهاجم الاجنبي اللي احنا مستنيينه طول الفتره دي، لا 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 قوي، لا قوي، مش هو ده اللي احنا مستنيينه، مش هو ده اللي احنا مستنيينه. وفي مهاجم تاني معاه بيقول لك الاهلي طبعا عمال كان بيتكلم عليه الايام اللي فاتت، قعدنا نقوله في مهاجم افريقي، مهاجم مرعب، مهاجم دولي. طلع طب بيلعب فين؟ بيلعب في منتخب الكونغولي جنب فيستون مايلي، اسمه كميش تقريبا. طب هنتعاقدوا معاه؟ قال لك لا صعب، لسه في التفاوض رايح جاي، بس في ممكن يجي وممكن ما يجيش. لحد دلوقتي بنتكلم برضه ممكن يجي وممكن ما يجيش. في ابراهيم سنجاري، طب هيجي؟ قال لك لا صعب. طب ما هو ب 2 مليون يورو، قال لك لسه في تفاوض ولسه ما اتكلمناش لحد قد كده. بس المهاجم الكونغولي رفض عرض اصلا من الدوري السعودي، يعني رفض عرض من الدوري السعودي وحابب يجي الاهلي. طب ننجز ونخلص فيه؟
مش عارف، مش عارف لحد دلوقتي، مش عارف. جريديشار، ازمه جريديشار هي مش ازمه، هي الاهلي خلاص خلصها. جريديشار خلاص راح المطار يا جماعه، وطار على الدوري المجري، هيلاعب مع نادي اسمه نادي اوبست. نادي اوبست دوت هو معجب بجريديشار، وقال لك تعالى نتعاقد معاك، وتعالى هنديك للنادي الاهلي 250 يورو، 250 الف يورو، واللاعب 500. النادي الاهلي قال له يا عم انا مش عايز حاجه، ولا انت عايز حاجه من النادي، ولا النادي عايز حاجه منك، يا عم روح فري ووداه يلعب في المجر فري. طب احنا جبناه من الاول ليه؟ دفعنا الفلوس ودفعنا حق الاربع مواسم ليه؟ جردشار خلاص رسميا راح الدوري المجري، واحتمال لو عمل شغل معاهم النادي يشتريه حوالي بمليون، بمليون و700 حاجه شبه كده يورو تقريبا. يعني خلاص خلصنا من جردشار. طب محمد شريف احتمال كبير قوي نشوفوه مع نادي زد ب 40 مليون. محمد شريف احتمال كبير قوي نشوفوه مع نادي زد. طب محمد شريف لو راح لزد، انا بقول لك اسامه فيصل هيجي النادي الاهلي. انت مقتنع باسامه فيصل؟ لا مش مقتنع بيه. اسامه فيصل مش قد النادي الاهلي. اسامه فيصل مش سريع. اسامه فيصل في البوكس كويس، بس برضه مش هو ده المهاجم، مش ده للاهلي. يعني انا كنت متفاجئ بيه اللي هو في منتخب مصر. اتمنى نشوف بقى حاجه تانية. يعني انا شايف الاثنين دول صراحه فيهم مشاكل جامد يعني كبيره جدا. طب ايه رايك في الصفقات؟ انا شايف الصفقات اللي جت للنادي الاهلي، انا مستبشر خير قوي باوتاكا، مروان عثمان اوتاكا. انا بحب المهاجم السريع اللي هداف اللي عايز يروح على كل كوره هنا 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 هنا. انا شايف مروان عثمان اوتاكا كويس جدا. لو لسه مكمل الحلقه ما تنساش تعمل اشتراك ولايك عشان يوصل لكل المشتركين. عندنا طبعا اللاعب الصخره الجديد اللي انا برضه مستبشر بخير، وهو عمرو الجزار. عمرو الجزار مدافع، بحس اللي جاي على وائل جمعه شويه، بس مش هيبان الايام اللي جايه، واتمنى في الماتش اللي جاي بتاع وادي دجله نلاقوه. يعني احنا عندنا ماتش بكره ان شاء الله مع وادي دجله، هيبقى الساعه 5، دي الجوله 16. اتمنى نشوف بقى ايه. خلاص يعني ايه يوسف بالعمري لازم يلعب. ليه يوسف بالعمري؟ عشان خاطر الماتش يانج افريكانز بتاع يوم السبت ممكن يلعب، فما ياخدش الدفعه، ممكن ينزل شوط مثلا الشوط الثاني مع وادي دجله، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. احمد عيد انا مش مقتنع بيه نهائي، يعني انا مش مقتنع باحمد عيد، بس اهو جه يلعب باك يمين مع محمد هاني، اللي محمد هاني بيعيش احسن فتراته مع النادي الاهلي. محمد هاني بيعمل شغل واداء ما عملوش اصلا من سنين. لسه مكمل عمر ال 30 سنه، كل سنه وهو طيب. بحس لسه عنده 20 سنه، هو الناشئ بتاع النادي الاهلي. ده احساس كل الاهلاويه. دي حاجه. الصفقه بتاعه هادي رياض، يعني انا ما شفتوش الصراحه مع بوتروجيت المدافع، انا ما شفتوش. اتمنى يطلع حاجه كويسه، اتمنى. دي بالنسبه لصفقات الاهلي. ان شاء الله نشوفوا ماتش يانج افريكانز، نشوفوا تطورات بقى، نشوفوا حاجه تانية. احنا شفنا الماتش اللي كان هنا اللي كسبنا فيه 2-0، احنا كنا نكسب فيه 4 مستريح، 4 مستريح. بس الجريديشار واللي ضيعوه واللي هنا واللي هنا، شفنا فرص ياما قوي سهله ضاعت، بس اداء لا لا يا جماعه. احنا بدأنا نتمزج. يعني خلاص بقى افريقيا والنرفزه والخنقه اللي احنا شفناها خلاص نسينا شويه، ونيجي بقى للكور الهجوميه، ونيجي للتيكي تاكا الاهلاويه. شفنا امام عاشور، ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللمسات السحريه دي. شفنا تريزيجيه الله اكبر عليه، بدأ الرجل بتاعه بدأ يجيب. تريزيجيه الله اكبر عليه، بسم الله ما شاء الله، خلاص بقى هداف دلوقتي دوري ابطال افريقيا. تريزيجيه عمل ماتش جميل جدا يا جماعه. عندك امام عاشور عمل ماتش هايل، طبعا محمد هاني اسطوره. لا الاهلي عمل شكل وعمل اداء، انا كنت مبسوط الصراحه، انا بتفرج عليه ومبسوط. نتمنى نشوف بقى الاهلي بالاداء ده على طول. ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.